الراجل اتخبط فجأة بحجر طاير، وفجأة ظهر نور ملون من العدم. بعدها بطريقة غريبة اكتسب قوة إنه يشوف بالأشعة السينية، يعني يقدر يشوف جوه أي حجر. في اللحظة دي لقى قطعه حجر كريم بتلمع. بعد كده استخدم نظره ده وبدأ يكتشف جواهر غالية كتير. في نفس الليلة خد الأحجار دي على السوق، والمفاجأة إنه باعها ب100,000 دولار. تاني يوم لقى شوية أحجار نادرة تاني، وهو لسه هيكلم حد عشان يبيعهم. زملائه في الشغل دخلوا عليه فجأة. بسرعة خبى الأحجار تحت الترابيزة، ولما بص كويس شاف إن زميله كان ناوي يسرق منه الفلوس. لكن في الوقت ده صاحبة المنجم طلعت وقفتهم. الراجل طلع الحجر اللي لاقيه النهارده وادهولها. أول ما شافته عرفت إنه غالي جدا. في الآخر سألته لو هيبيعه ب1,000,000 دولار، ففكر شوية وبعدين وافق. في اليوم الثالث الراجل لقى حجر كريم ضخم تاني، ولما شالوا كل اللي حواليه اتصدموا. على طول باعه ب2,000,000 دولار. بالفلوس دي قرر قرار مهم، إنه يبقى صاحب شغله ويبدأ يشتري حجر الجاد بنفسه. أول ما وصل المنجم واحدة حاولت تبيع له حجر كريم، بس هو شاف على طول إنه مجرد زلطة عادية، ومع كده اداها 200 دولار وقالها تمشي. بعدين جه حد وراه طلع له حجر ذهبي. الراجل استخدم نظره بالأشعة السينية وراجع الحجر كويس، واكتشف إن قيمته مش أقل من 300,000 دولار. في الآخر اشتراها ب5,000 دولار بس.